فرصه كبيره منك يا فريد انك جيت النهارده. تبقى عايز تبعت تقول لي على كل اللي حصل ده وافضل تعبان وجعان في اوروبا، واحد حرامي نصاب يستولي على ثروتي وافضل ساكت؟ ايوه بس ده خطوره عشان ولا خطوره ولا حاجه، انا داخل باسم تاني في الاسم. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما لقيتش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص هديت. لازم تبقى حياتي معنا يا عبد الجواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا من يشيل. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات في التلفزيون، شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ميه ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهوا في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد الجواد يا عبد الجواد انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وانا مش عرفني، وانا كان ابويا عطار. تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعبي يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد يأكلنا بولوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب. ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكاية ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا الشاي ابو نشارة ولا السوداني المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد يا عبد الجواد دول الناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه والناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التكاليف. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي. السياحي حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش. انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. اهي دي الافكار النيره مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة. خشبة حبشي ها؟ الحكايه جد مش هزار. الله، مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ وعايز ايه؟ طب مش تسأل الاول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين لو مؤاخذة يعني؟ انا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة، وفجأة وانا في اوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة ابويا بعد ما شركائك اوهموك اني مت. ايه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة اروح اعبيهم لك في الشنطة واجيبهم لك.
ولا اقول لك اسمع، انا اكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقه، انا هكون عملي معاك. ثروه ابويا كامله انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابه انا يكفيني مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بينه وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت مليون جنيه بس. انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالذوق. يا ابني انا فريد الغطريفي، ابن الغطريف الله يرحمه. مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه، بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي يخرجك. كده اهو انا ماشي ومديك 24 ساعه تفكر. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. السلام عليكم. مفيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. سميع الله. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. اسمعي، ابتسمي. في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبركه. ما انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنيل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المدهول بتاعكم، لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. اها. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع البائع. ايه ده يا عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع. انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شكله نصاب، وانت كمان نصاب. يلا انت وهو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت وهو من هنا. قوم يا حراميه. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا. يلا ما تتنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تتنحش. يلا اتفضلوا مع السلامه. يلا مستنيين ايه؟ الاستاذ فريد الغطريفي. انا فريد الغطريفي. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه انا الاستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير. معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت رخ، استنى لما نشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معنا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟